بسم الله. اولا كده هشتغل معاكم في المصفوفات. تمام. بس قبل ما اشتغل معاك في المصفوفات هقول لك المنهج اللي عليك الاول. ادي المنهج اللي عليك. اليوم طبعا 6/9/2022، يوم التلات، الساعة اعتقد 11. المهم، المنهج اللي عندك محددات، مصفوفات، نهايات، ثنائي حدين، دوال، ومراقبة جودة الإنتاج والتفاضل وتطبيقات عليها والاحتمالات. جميعهم بالآلة، محددات بالآلة، مصفوفات بالآلة، نهايات بالآلة، ثنائي حدين بالآلة، والدوال كمان بالآلة، ومراقبة جودة الإنتاج زي ثنائي الحدين بالآلة. التفاضل مش بالآلة، لكن التطبيقات اللي عليه بتكون بالآلة، والاحتمالات حاجات سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ في أول حاجة ألا وهي المصفوفات. يعني إيه مصفوفات؟ تنظيم للقيم في شكل صفوف وأعمدة، ولكن لا يشترط أن يتساوى الصفوف مع الأعمدة، مش زي المحددات. فكك من الكلام ده ولكنك سمعته. أول حاجة، يعني إيه صف ويعني إيه عمود؟ الصف ده يا غالي بيكون من اليمين للشمال زي كده بالظبط، اللي هو 3 5 2، 3 5 2 نايم كده. تمام. الصف بيكون إيه؟ بالشكل ده، صفوف جنب بعضها، أرقام جنب بعضها، 3 5 2. إنما العمود بيكون من أعلى لأسفل زي كده، 3 7 -5. أبقى ده كده إيه؟ ده صف، إنما اللي واقف عمود. تمام كده أنت فهمت الصف والعمود؟ أتمنى إنك تبقى فهمتهم. الصف بيكون من اليمين للشمال، 3 5 2، أرقام جنب بعضها. إنما العمود زي بالشكل ده، 3 7 -5. ده كده إيه؟ عمود. تمام. وبقول لك، وبعد ما عرفت الصف والعمود عايزك تعرف أهم حاجة ألا وهي إيه؟ رتبة المصفوفة. طب دي اللي هو إيه؟ بيقول لك يعني المصفوفة كام صف وكام عمود. مثال توضيحي، المصفوفة دي اللي هي الصف الأولاني 3 2 و3 وسالب 1، الصف التاني -3 و2 و5. دي كام في كام؟ أدي صف 2، أبقى 2 في كام عمود؟ أدي عمود 2 3، أبقى صفين في 3 أعمدة، 2 في 3. تمام. طب المصفوفة دي كام في كام؟ ده كده إيه؟ صف 2، وده كده عمود 2 3، تبقى 2 في 3. تمام. وبالتالي لو جاء قدامك مثلا مصفوفة زي دي، هتقول لي كام في كام؟ دي كده 3 في 2، 3 صفوف و2 أعمدة. طب المصفوفة دي كام في كام؟ هتقول لي 3 صفوف و3 أعمدة. تمام. أجب بنفسك، هتقول لي دي كام في كام؟ هقول لك 3، هقول لك 1 في 3، صف في 3 أعمدة. طيب دي هتقول لي 3 في 1. طب دي 1 في 2. طب دي 1 في 1. دي 2 في 2. طيب كده انت فهمت اي مصفوفة قدامك كام في كام. لو فهمت دي تبقى انت كده خلصت جزء كبير جدا من المصفوفات. تعالى بقى نبدأ في المصفوفات. ايه العمليات اللي بتشتغلها في المصفوفات؟ العمليات اللي قدامك دي كل العمليات الحسابية، سواء كان الجمع او الطرح او الضرب او القسمة. القسمة ده ليه اسمين كمان، معكوس او مقلوب. تمام. وكل العمليات دي بتتحل بالايه؟ بالآلة الحاسبة، بس لازم يكون فيها نظام ماتريكس، والنظام ده موجود في الآلات الحديثة اللي هي 570 و991. فلو انت آلتك بالشكل ده تبقى الدنيا ايه معاك متظبطة جدا بمشيئة الله تعالى. طيب تعالى صفحة 3. صفحة 3 هنبدأ بالايه؟ بالجمع وطرح المصفوفات. الاتنين زي بعض، بس في شرط الجمع وطرح المصفوفات، ألا وهو تبقى المصفوفتين رتبتهم زي بعض. يعني لو كانت المصفوفة الأولى بالشكل ده، الشكل ده اللي هو كام؟ 2 في 3. لو كانت المصفوفة الأولى 2 في 3، تبقى لازما تكون المصفوفة التانية 2 في 3. ده كده شرط إيه؟ جمع وطرح المصفوفات. لازما رتبة المصفوفة تبقى 1. لو كانت المصفوفة الأولى 2 في 2 تبقى التانية 2 في 2، الأولى 1 في 2 تبقى التانية 1 في 2، وهكذا. تمام؟ ده كده شرط ايه؟ جمع وطرح المصفوفات. طيب تعالى هنا جايب لك، بقول لك اذا كانت المصفوفه س دي والمصفوفه ص بالشكل ده. طيب اوجد س زائد ص وس ناقص ص. هقول لك بتتعمل ازاي على الآلة الحاسبة دلوقتي. انت عندك المصفوفه س، الصف الاول
2 سالب 1 سالب 2. الصف التاني 3 5 6. طب المصفوفة صاد 2 1 الصف الأول 2 1 3 والصف التاني سالب 5 2 2. المصفوفة دي كام في كام؟ 2 في 3 والتانية كام في كام؟ 2 في 3. هل ينفع إن أنا أعمل عليهم العمليات المحاسبية أول واحدة اللي هو جمع وطرح المصفوفات؟ ينفع، لأن إيه؟ رتبة المصفوفتين زي بعض. طيب تعالى نعملها إزاي بالآلة الحاسبة. يلا بينا أقول لك بتتعمل إزاي بالآلة الحاسبة. تمام؟ نجيب الآلة بتاعتنا، نفتح الآلة، ندوس على المود، نشوف ماتريكس عندنا فين. ماتريكس نشوفه عندنا فين. أنا عندي 6 فهدوس على ال6. بيقول لي مات A مات B مات C، يعني المصفوفة الأولى والتانية والتالتة. أنا هسجل المصفوفة اللي عندي اللي هي س دي، اللي هي 2 سالب 1 سالب 2 3 5 6، هسجلها في مات A. فمات A عندي هدوس على 1. بيقول لي المصفوفة اللي عندك دي يا صاحبي كام في كام؟ كام في كام؟ أنا قلت لك المصفوفة دي الأولى كام في كام؟ 2 في 3. فأنا هبص كده على 2 في 3 عندي كام؟ 2 في 3 عندي 4. تمام؟ فهدوس عليها بالشكل ده، هوب طلع لي الشكل ده قدامي. تمام؟ أسجلها 2 يساوي سالب 1 يساوي سالب 2 يساوي 3 يساوي 5 يساوي. تمام؟ كده سجلت المصفوفة الأولى. هدوس EC وبعد كده أدوس على المود 6، أعمل نفس العملية اللي أنا عملتها عشان أسجل المصفوفة صاد. أعمل مود وبعد كده 6. أنا سجلت في مات A فأدوس على المات B اللي هي 2. بعد كده أشوف المصفوفة دي كام في كام؟ بالتأكيد عندي 2 في 3. أشوف 2 في 3 عندي فين وأضغط عليها. جالي الشكل ده فأدوس 2 يساوي 1 يساوي 3 يساوي. كده عملت الصف الأول. سالب 5 يساوي 2 يساوي 2 يساوي. وبعد كده هدوس على ال AC ثم هدوس شيفت 4 3 اللي هي مات A. فجات لي بالشكل ده مات A اللي هي المصفوفة الأولى اللي أنت سجلتها. عايز تعمل فيها إيه؟ أبص كده على السؤال بيقول لي س زائد ص، يعني عايز أجمعها. عايز أجمع المصفوفة اللي هي مات A على مات B. طيب زائد عادي جدا، وأدوس على شيفت 4 وأجيب مات B تاني كده. فجالي مات A زائد المات B يساوي، طلع لي الشكل ده 4 0 1 سالب 2 7 8. تمام؟ تقوم كاتب الناتج. ادي الناتج عندك. تمام. تعالى ناخد مثال تاني. بقول لك إذا كانت المصفوفة ألف الصف الأول 2 سالب 5 والصف التاني 7 سالب 3، والمصفوفة ب بتساوي الصف الأول 3 سالب 2 والصف التاني سالب 3 و1. اوجد أ زائد ب. أ ناقص ب 2 أ ناقص 3 ب 3 أ زائد الب. تمام. طبعا الألف زائد الب والألف ناقص الب احنا فاهمين جبتهم ازاي في المثال اللي فات. طيب تعالى نشتغل كده ونسجل المصفوفتين دول ونعمل كل العمليات المطلوبة عليهم. يلا بسم الله. افتح لي الآلة، بعد كده هتدوس لي على المود ثم الماتريكس، ثم تسجل المصفوفة الأولى اللي هي 1 في المات A. بعد كده بقول لك المصفوفة دي كام في كام؟ أبص على المصفوفة لقيتها 2 في 2، فشوف 2 في 2 عندي كام اللي هو 5. جالي شكل المصفوفة. تمام. أبدأ أسجل 2 يساوي سالب 5 يساوي 7 يساوي سالب 3 يساوي، ثم أدوس على ال AC وأسجل المصفوفة التانية مود 6 2. أشوف المصفوفة كام في كام؟ طلعت 2 في 2. 2 في 2 عندي اللي هي 5. طيب أسجل الصف الأول 3 يساوي سالب 2 يساوي سالب 3 يساوي 1 يساوي، ثم أطلع AC وأدوس شيفت 4 3 مات A. عايز أعمل إيه؟ أول عملية جمع زائد شيفت 4 وأجيب مات B 4 تاني يساوي، طلعت عندي المصفوفة
5 سالب 7 4 سالب 2. ادي الحل قدامك. تمام كده. طيب تعالى لو كنا عايزين نعمل العملية التانية اللي هو أ ناقص ب. أدوس على الإي سي. بالتأكيد المصفوفة أ متخزنة عندي والمصفوفة ب متخزنة عندي. هدوس على شيفت 4 3 مات ايه ناقص شيفت 4 تاني. الكلام ده بيساوي سالب 1 سالب 3 والصف التاني 10 سالب 4. هبص كده بالتأكيد طلعت عندي. في بقى حاجة جديدة اللي هي ايه؟ 2 أ ناقص 3 ب. أعملها ازاي؟ عادي جدا. بيقول لك ايه؟ 2 أ، يعني هدوس كده 2 ثم اجيب المصفوفة الأولى شيفت 4 3. تمام؟ عايز اعمل ايه؟ ناقص 3 ب. ناقص 3 في المصفوفة ب. شيفت 4 واجيب المصفوفة ب. مات ب يساوي سالب 5 سالب 4 23 سالب 9. طلعت معايا كده. بالتأكيد طلعت معايا كده. تمام؟ تمام. ودلوقتي تقدر تحل أي مثال قدامك على المصفوفات في الجمع والطرح. تعال ندخل على العملية التالتة. نكمل في العملية التالتة. تمام؟ والعملية التالتة في حاجة بمشي عليها، شرط بمشي عليه. لو موجود عندي ينفع ان انا اعمل ضرب المصفوفات، لو مش موجود تبقى لا يجوز، ما ينفعش. ايه هو؟ ان يكون عدد اعمدة المصفوفة الاولى بيساوي عدد صفوف المصفوفة التانية. طب يعني ايه؟ يعني المصفوفة دي كام في كام؟ 2 في 3. 2 في 3. المصفوفة دي كام؟ 3 في 1. ده 2 صف و3 عمود، وده 3 صف و1 عمود. تمام؟ 2 في 3 و3 في 1 ينفع؟ لأن عدد أعمدة الأولى بيساوي صفوف التانية. عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف التانية. يعني من الآخر الاتنين اللي جنب بعض دول تبقى زي بعض. تمام؟ تمام. فأعملها إزاي على الآلة؟ زي ما عملت الجمع من شوية. أنا عملت دلوقتي هدخل دي إزاي على الآلة؟ عندي المصفوفة الأولى اللي هي 2 5 7. ده الصف الأول. الصف التاني 2 3 1. والمصفوفة التانية 2. الصف الأول 2. الصف التاني 5. الصف التالت 3. هل ينفع إن احنا نعمل المصفوفتين دول على الآلة ضرب المصفوفات؟ تعالى كده نشوف هتنفع ولا لأ. بسم الله. هدوس على المود وبعد كده 6. بعد كده مات ايه، وبعد كده المصفوفة الأولى عندي كام في كام؟ 2 في 3. شوف 2 في 3 عندي كام وادوس عليها. يلا دخل المصفوفة الأولى. 2 يساوي 5 يساوي 7 يساوي 2 يساوي 3 يساوي 1 يساوي. كده أنا دخلت المصفوفة الأولى. هدوس AC وأدخل المصفوفة التانية. مود 6 مات بي المصفوفة التانية. وبعد كده أشوف المصفوفة التانية عندي كام في كام؟ 3 في 1. شوف 3 في 1 عندي فين؟ اللي هي 3. وادوس 2 يساوي 5 يساوي 3 يساوي، وادوس AC ثم شيفت 4 مات ايه. عايز ايه بقى؟ عايز ضرب تبقى فيه. شيفت 4 مات بي. 4 تاني تطلع 50 22. الصف الأول 50 والصف التاني 22. تمام؟ تمام. كده خلصنا العملية 3 وتقدر تحل عليها أي مثال عندك، وأنا بمشيئة الله تعالى هنزل لك أمثلة تاني عليها. فاضل كده المعكوس. قبل ما أدخل على المعكوس في أمثلة لو أنت حابب تحلها اللي هي قدامك دي. تمام؟ تمام. تعالى بقى ندخل على العملية آخر حاجة في المصفوفات، ألا وهو قسمة المصفوفات. هيطلب منك معكوس المصفوفة أو مقلوب المصفوفة، وفي شرط لمعكوس المصفوفة. إيه هو؟ إن تكون المصفوفة 2 في 2 أو 3 في 3. مصفوفة 1 في 1 2 في 2 2 في 1 3 في 1، كل ده ما ينفعش. لازم تبقى 2 في 2 يا 3 في 3. تمام؟ تمام. لو أنت عايز تحلها بإيدك طبعا
تاخد كل الخطوات دي، تجيب دلتا المحدد، وبعد كده ايجاد مصفوفة المرافقات، بعد كده ايجاد المصفوفة المبدلة، وبعد كده تجيب المعكوس واحدة على دلتا في المبدلة. لكن انا هقولها لك بمشيئة الله تعالى بالآلة الحاسبة هتيجي ازاي. تمام تمام. فأنا بمشيئة الله هكمل لك قسمة المصفوفات بالآلة. تمام تمام. يلا كده على الأمثلة. وليكن مثلا بيقول لك اوجد مقلوب المصفوفات الآتية: الصف الأول 5 و2 و5، الصف التاني 3 و2. هل المصفوفة دي ينفع أجيب لها المقلوب أو المعكوس؟ ينفع. ليه؟ لأنها 2 في 2. تمام تمام. يلا نعملها. بسم الله. نفتح الآلة بتاعتنا، بعد كده ندوس على مود 6 مات ايه؟ المصفوفة دي 2 في 2 يعني 5. يلا 2 يساوي 5 يساوي 3 يساوي 2 يساوي، وبعد كده ادوس على الاي سي. تمام. وادوس على شيفت 4 المات ايه 3، ثم ادوس على المعكوس اللي هو ده تحت المود اكس اس سالب 1. شايفينه؟ تمام كده. يساوي جاتلي بالشكل ده سالب 2 على 11، 5 على 11، 3 على 11، سالب 2 على 11. وبكده خلصت لك المصفوفات كلها. تمام تمام. ده كده ايه خلاصة نعملها. بقول لك المصفوفات طبعا ده الصف وده العمود. الصف طبعا اللي هو 2 5 3 من الشمال لليمين، والعمود اللي هو واقف بالشكل ده 3 5 3 2 3 5 من اعلى لاسفل. وربة المصفوفة اللي قلت لك كام في كام. يعني مثلا المصفوفة دي كام في كام عندي؟ المصفوفة دي 1 2 3، 3 صفوف وعمود واحد. طب المصفوفة دي كام في كام؟ 1 2 3 تبقى 3 في 2. طب المصفوفة دي كام في كام؟ 3 في 3. قشطة قشطة. وبعد كده قلت لك العمليات اللي بتتم على المصفوفات، كل العمليات الحسابية سواء كان جمع طرح ضرب قسمة، والقسمة دي لها اسمين: معكوس أو مقلوب. وبعد كده قلت لك إيه؟ الجمع والطرح زي بعض بالظبط. شرط جمع وطرح المصفوفات أن تكون الرتب متساوية. يعني لو كانت المصفوفة الأولى 3 في 1 تكون التانية 3 في 1. زي مثلا المصفوفتين اللي عندي دول 5 7 3، والمصفوفة التانية 5 3 1 يجوز. طيب لو كانت المصفوفة مثلا الأولى 2 في 2 والتانية 2 في 3 تبقى ما ينفعش. والضرب طبعا قلت لك فيه حاجة مهمة جدا، لازم تبقى أعمدة الأولى تساوي عدد صفوف التانية. تمام تمام. والقسمة إن تكون المصفوفة 2 في 2 أو 3 في 3. وبكده خلصت معاك موضوع النهايات. بالتأكيد أنا شكلي عايز أنام. خلصت معاك موضوع المصفوفات. تمام. وبمشيئة الله تعالى هكمل معاك باقي المواضيع التانية. فالمادة كلها سهلة جدا وتافهة ولذيذة وما فيهاش أي مشكلة. والتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.